يا مساء الفل. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلاة يا جماعة، وصلوا عليه. بالصلاة على الرسول تنفك العقد على طول. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلوا على النبي يا جماعة، ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. النهاردة هنعمل الرز المعمر الفلاحي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطريقة عكس اللي انت بتشوفيها على السوشيال ميديا. بصوا كده معايا كوبايتين من الرز غسلاهم وحطاهم في صينيه ألمونيوم، ومعايا كيلو من اللبن، ومعايا معلقتين كبار من الزبده الفلاحي، ومعايا قشطه واخداها من وش اللبن اللي انا كنت غلياه بحتفظ بيها وبشيلها في الفريزر. بصوا بقى الرز اهو انا غسلاه ومصفياه وحطاه في الصينيه الالومنيوم، علشان انا ما عملتوش في طواجن ولا عملته في اي حاجه من الحاجات دي، عشان لو في حد لسه بيتعلمه او بنوته صغننه او عروسه جديد عايزه تتعلمه، هتتعلمه معايا بطريقه سهله جدا في الصينيه الالومنيوم. بصوا بقى انا حطيت اهو معلقتين الزبده الفلاحي المرمله الحلوه اللي بتخلي ريحه الرز المعمر حاجه كده ايه، تاخدك في دنيا تانية. بصوا بقى انا بشاورلك اهو دلوقتي وبقولك ان انا هدعك الزبده دي بالرز المعمر، بالرز الابيض اللي في قلب الصينيه، تمام. وبعدين هحط عليه اللبن. انا هدعك الرز بالسمنه او الزبده الفلاحي، تمام. هدعكه كويس بيها، بس طبعا مش هجيبلك وانا بدعكه عشان اللحوسه ومنظر الايدين والكلام ده، تمام. بصي بقى، الرز ده في صينيه ألمونيوم هتحطي كوبايتين من الرز، وطبعا عندك معلقتين الزبده الفلاحي. معلقتين الزبده الفلاحي ممكن تستبدليهم بزبده علب، باي سمنه عندك مفيش مشكله. بصوا بقى اهو انا دعكت الرز بالسمنه زي ما انتم شايفين، ومعايا هنا الحليب هحطه في قلب الصينيه بعد ما دعكت الرز بالسمنه، تمام كده. بصوا سهل جدا واسهل منه مفيش. بص انا دلوقتي برج كده شويه اللبن اللي في اللبانه، عشان السكر ينزل، عشان انا عاملاه طبعا حلو. انا بعمله بالسكر، انا دايما باكله بالسكر، يعني نادر لما بناكله حادق. بص انا بقلبه اهو بالمعلقه عشان شويه السكر يدوبوا. بصي بقى السكر ده حسب الرغبة انتي ومذاقك، يعني انتي بتحبي السكر ولا ما بتحبوش، بتحبيه مسكر قوي، بتحبيه مش مسكر قوي، مظبوط. استخدمي السكر زي ما انت تحبي. لازم بقى، والخطوة المهمة اللي انتوا شايفينها معايا دي، اللي انا ازوده مية واخليه عايم كده في المية واللبن، وزي ما انتوا شايفين الزبدة الفلاحي طالعة فوق الوش اهي، تمام كده. لازم تزوديه ميه، لو ما زودتهوش ميه هينشف منك والوش هينشف وهيبقى بيقرقش في بقك، تمام كده. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ هنحط القشطه اللي انا محوشاها من على وش اللبن. انا مطلعاها من الفريزر، فكت بقت سايبه كده اهو، ودي بقتها يعني لسه مجمده شويه. هنزلها في قلب الصينيه برضو زي ما انتوا شايفين معايا كده، هنزل كل القشطه. حلو الكلام، سهل الكلام، ما فيهوش اي افتكاسات، حاجة سهلة كده خالص، وهتعمليها وهتبقي يعني هتبقي استاذة فيه لما تعمليه بالطريقة دي، لانها اسهل طريقة للرز المعمر. وبرضو نفس الطريقة في الحادق اللي انت بتعمليه بالملح. بصوا بقى انا خدته دلوقتي دخلته في الفرن تحت الشواية زي ما انت شايفة كده، تحت الشواية. ليه بقى؟ علشان اولا الوش هيحمر، بصوا اهو احمر معايا زي ما انتم شايفين، وثانيا مش هيفور منك في قلب الفرن، تمام كده. معلش ده مقطع تعاد. بصوا بقى دلوقتي انا اهو خدته ونزلته تحت خالص في ارضية الفرن، تمام. بعد لما الوش احمر وانا وريتهولكوا لما احمر كويس كده، احمر تحت الشواية. ده بقى كده بعد ما استوى واحمر معايا، شايفين الوش عامل ازاي؟ اهم حاجه تحطيه الاول فوق تحت الشوايه علشان ما يفرش ويبهدلك البوتاجاز وهيعمل لك دخنه وهيبوظ لك الدنيا. انما تحمري الوش الاول تحت الشوايه، وبعدين تنزليه تحت في ارضيه الفرن زي ما انتي شفتي معايا، وزي ما انتوا شايفين كده شكله ولونه وطعمه يا ولاد كان خرافه، كان تحفه. انا بعشق الرز المعمر الحلو
بحب الرز المعمر الحلو جدا جدا جدا. بصوا بقى هتلاقوه مفلفل، انا هقطعته اهو. بصوا يعني خدت منه حته مفلفل وتحفه. بصوا 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 يا بنات، بصوا يا ولاد، شايفين الجمال؟ الرزايه برزتها وفيها لمعه كده مكان الزبده لما دعكناها في قلب الرز، طعمه خطير. كان بصوا كان عايزكم بجد حاجه كده تحفه. بصوا اهو انا حاطه في الطبق، حتى هو سخن يعني هتشوفوا الدخان وهو طالع منه، كان لسه سخن. بصوا مفلفل ازاي، والوش احمر وجميل ازاي، حلو جدا وطريقته سهلة وبسيطة. بصوا فلفل ازاي وبيلمع ازاي، طريقته سهلة وبسيطة. امان عليكم. بس اذا عجبتكم الطريقة السهلة السلسة اللي مش بتتعمل كتير على السوشيال ميديا، محدش عملها يعني، نادر لما حد بيعملها، يا ريت بقى لما تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسينيش في اللايك وفي الشير وفي سبسكرايب للقناة يوميات ست البيت عشان يوصل لك كل جديد. شايفة الوش احمر ازاي وحلو؟ صلوا على النبي.